مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ البروستد، بس هنعملها بطريقة رهيبة زي المطاعم بالظبط. صدقيني لو جربت الطريقة دي مش هتفرقها نهائي عن اللي بنشتريها من بره. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. معايا هنا فراخ مقطعاها الواحدة كده، جايباها ومقطعاها 8. وجايبة الفراخ يا جماعة يكون وزنها صغير مش كبير. دايما الفراخ اللي بنعمل بيها البروستد بتكون صغيرة، يعني حوالي كيلو ونص أو كيلو 400، ما تزيدش عن كده يعني. مقطعة الفرخة هنا كده 8، وغسلتها كويس ونقعتها في دقيق وملح وخل. وبعد كده صفتها، لما صفت كل المية بتاعتها وبقت بالشكل ده، وعملت فيها شقوق بالسكينة كده علشان التتبيلة توصل لها زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا هنا بقى هنعمل مع بعض التتبيلة. معايا هنا كوبايتين من المية، يفضل تكون مية سخنة. عليهم معلقة من المستردة البودر، عليهم ربع كوباية من الخل، عليهم معلقتين من السكر. قلبت كل ده مع بعض. معايا هنا 4 معالق من مرقة دجاج الفورية البودر، ومعايا 4 مكعبات من مرقة دجاج الخضار، ومعايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هقلب كل ده كده مع بعض. انا قلت لكم يا جماعة المية تكون سخنة علشان التوابل كلها تدوب كويس قوي في المية. هنا بقى هبدأ انزل بمعلقتين كبار من الشطة، اختياري، تقدري تخليها معلقة واحدة مفيش مشكلة. قلبتهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. هبدأ انزل بقى بالفراخ. انا هنا مش هحط اي توابل خالص، يعني التوابل اللي موجودة في مرقة الدجاج كفيلة خالص. يعني بصوا ان انا يعني ما احطش اي توابل كده، يعني فيها كل التوابل اللي انا محتاجاها. هسيبها بقى منقوعة في الخلطة دي لمدة 6 ساعات، او يفضل طبعا تكون ليلة كاملة. انا بالنسبة لي سبتها ليلة كاملة. هنا بقى تاني يوم هبدأ احضر بقى السلطة بتاعة الكول سلو. قبل ما نبدأ في اي حاجة، انا هعمل نص واحدة بس. معايا هنا نص كرنبة، هبدأ ابشرها كده بالشكل ده. تقدري تقطعيها مكعبات صغيرة بالسكينة، وتقدري تبشريها برضو في الكبة، تقطعيها في الكبة. انا هنا هبشرها عادي على المبشرة. هنا كده خلاص بشرتها. هبشر بقى الجزر بالشكل ده. هنا كده خلاص خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. هعمل بقى تركة فيها رهيبة، بتنقل السلطة دي في حتة تانية، وبتخلي طعم الكرنب خطير خطير خطير. هنزل هنا بقى بمعلقتين من السكر. هنقع الكرنب دوت في السكر، هسيبه كده في السكر لمدة ساعة ونص او ساعتين. بتخلي بقى الكرنب مسكر وطعمه رهيب، وبينزل كل المية اللي فيه، ويبقى حلو جدا. هنا بقى بعد ساعتين بصوا نزل كل المية اللي فيه، وبقى طعمه حلو جدا. على فكرة يا جماعة لازم لازم تعملوا الطريقة دي. هنبدأ هنا بقى نحضر الصوص بتاع السلطة. معايا كوباية من المايونيز. المفروض ان انا احط كوباية صغيرة من الزبادي على المقدار ده، بس انا كانت عندي كوباية كبيرة فهاخد نصها، يبقى كده نص كوباية او كوباية صغيرة. هنزل بمعلقتين من العسل النحل. هقلب كل الخليط ده كده مع بعض. بصوا هنا بقى انا حسيت ان طعم المايونيز مش مسكر قوي، فنزلت كمان بنص معلقة من العسل. يبقى كده المقدار ده خد معانا معلقتين ونص من العسل بالشكل ده كده. هبدأ اقلبه. هنزل بقى بكل الكرنب اللي معايا واقلبه كويس قوي. عايزة كل الكرنب يتشرب بالخلطة دي. هنا كده تمام بقى معايا بالشكل ده.
هاخده بقى احطه في التلاجة لمدة ساعة. يفضل ان انت تعمليه قبل الاكل بساعة كده علشان يشرب كده من المايونيز. معايا هنا بقى كده الفراخ بقت جاهزة بقى معايا، صفيتها كده من المية. بصوا بقى الخلطة عاملة فيها ازاي. الفراخ متشربة كويس جدا من الخلطة، وما اقولكوش بقى كمان على ريحتها، ريحتها رهيبة رهيبة. معايا هنا بقى كيلو من الدقيق، عليه ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وعليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنزل عليه كده بمعلقتين من النشا، معلقة من المسترد البودر، ومعايا كيسين من مرقة الدجاج الفورية. هبدأ أنزل بيهم كده وأبدأ أقلب كل ده كده مع بعض بالشكل ده. عايزة كل الدقيق يتبل بالتوابل دي. لو تلاحظوا ان انا محطتش ملح خالص في الفراخ دي، لان انا مكتفيه قوي بمرقه الدجاج الفوريه، سواء كانت في التتبيله او هنا في خليط الدقيق. هبدأ انزل هنا بقى بالفراخ. بصوا يا جماعة، انا بمسك الفرخة وبضغط عليها كويس قوي بالشكل ده بالدقيق، زي ما انتوا شايفين كده حركة ايدي، بغلفها كويس كده بالدقيق وبحطها وبضغط عليها بالشكل ده. هبدأ اخدها بقى في مية ساقعة وارجع بيها تاني على الدقيق واقلبها حوالي 10 مرات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، من تحت لفوق كده اقلبها كده كويس قوي لمدة 10 مرات. انا عايزاها كلها تتغلب بالدقيق، وهزها كده بالشكل ده علشان تعمل التعريجات اللي هي اللي بتعمل الخلطة الكريسبي اللي فوق دي. هنفضها حوالي 3 مرات كده بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اجيبها كده واقلبها كويس من تحت لفوق. بصوا بالشكل ده كده. والفراخ اللي غلفها بالدقيق على طول احطها في الزيت، مركنهاش على جنب. عندي هنا بقى زيت على نار متوسطة. انا بحب اقلي البروستد في حلة يا جماعة علشان يكون زيت غزير كده ويكون غويط، وفي نفس الوقت اعرف اغطيه كويس بالشكل ده. نزلت هنا بالفراخ، يعني في الاول كده تكون درجة الحرارة عالية لمدة بس دقيقتين، لعند ما تبدأ بس الفراخ كده تتشمع من تحت ومن فوق. هغطي عليه، عشان كده بقول لكم انا بحب اسويه في حله علشان اغطي عليه بالشكل ده. بصوا هنا بعد حوالي 4 دقايق، بصوا عامل ازاي. بصوا اللون رهيب، تحسي ان هو كريسب اصلا من قبل ما يكمل سواه. بصوا عامل ازاي، تحفه. هحطه بقى كده تاني واسيبه بقى يكمل سواه. هياخد معايا حوالي 13 دقيقه او 14 دقيقه ما يبقى معانا باللون ده وبالشكل ده. هو ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزه اسيبه برضو اكتر من كده عشان لونه ما يغيرش. بصوا رهيب، بصوا كريسبي معايا ازاي. طبعا اكيد انتوا حاسين يعني وشايفين الشكل والقرمشه عامله ازاي. ولا الطعم بقى بجد لازم تجربوها. حطيته هنا بقى على مصفى علشان يتصفى كويس. هنا كده بقى الدور التاني، انا هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم بقى. بصوا بصوا اللون حلو قوي. هنا كده خلاص خلصت الكمية كلها، بقت معايا بالشكل ده. هسيبكم بس تتأملوا بس في الجمال ده.
قدمتها هنا بقى مع بطاطس والسلطة طبعا. انا عايزة اوريهولكوا بس من جوه عامل ازاي، مستوي ومفيهوش دم ولا اي حاجة خالص. بصوا مقرمش وخطير يا جماعة، والله بجد لازم تجربوا الوصفة دي. لو جربتوا الوصفة دي والطريقة دي والتتبيلة دي صدقوني مش هتشتروا تاني ابدا من بره. بصوا شايفين مستوية جدا وما فيهاش بقى ولا دم ولا اي حاجة، ولا بقى عملناها على البخار ولا الكلام ده كله. بس اهم حاجة النار تكون هادية، ما تبقاش عالية عشان يطلع معاكي بالشكل والجمال ده، وما تبقاش نية من جوه. دي طبعا السلطة اللي احنا عملناها مع بعض. يا ريت بقى لو عجبتكم وصفة النهاردة ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. باي.